عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ويا رب تكون جمعة طيبة عليكم وعلى المسلمين أجمعين. كالعادة احنا دايما مبتلين بالسفهاء في كل زمان ومكان، ودايما مبتلين بالمبتزين والمشهرين في كل زمان ومكان. كالعادة بنصحى الصبح نروح نصلي صلاة الفجر وبنرجع ناخد فنجان القهوة ونتابع الأخبار ونشوف أخبار بلدنا وأخبار الدول المحيطة. فوجئنا بالصلاة على النبي كده، ابتدينا ترند لواحدة اسمها رحمة محسن، مغنية ولا مش عارف بتاعت ايه، عندها فيديو والناس كلها عماله تشهره، وتدخل على الفيسبوك، على اليوتيوب، على التيك توك، انا معايا الفيديو للي عايز يشوفه، انا معايا الفيديو للي عايز يشوفه. انا ما اعرفش مين الست دي وبتاعت ايه. سالت زوجتي قالت لي ده كذا 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 كذا. قالت لي يا ريت لو تعمل فيديو تفهم الناس توعوي، فيديو توعوي عن التشهير والابتزاز بالمسلمين، ايه حكمه في الشريعه الاسلاميه. اولا احب اقول لك الله عز وجل يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. ابن كثير رحمه الله تعالى بيقول لهم عذاب اليم بسبب قبح فعلهم لانهم يعلمون انه قبيح. ده رقم واحد. يبقى كده عندك في القران، عندك في السنه النبي عليه الصلاه والسلام قال، نادى على المهاجرين والانصار، قال يا معشر من امن بلسانه ولما يدخل الايمان قلبه. يا الناس اللي امنت بلسانها ولسه الايمان ما دخلش في قلوبها، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. والله العظيم ثلاثة، نحن مستورون على غير استحقاق. انت مش هتتحمل ان ربنا يرفع عنك غطاء الستر وغطاء العافية والمعافاة، مش هتتحمل والله. انا لو قلت لك خش نام وباب غرفتك مفتوح عليك او الباب مفتوح، انت مش هتعرف تنام براحتك، مش هتاخد حريتك ولا انت هتاخد حريتك. الناس بقت تنادي بتشهر ببعض وبتبتز بعض عشان واحد ياخد قطع حفنة من الدراهم، دراهم معدودة. كل ده بتبيع دينك وبتبيع دنياك. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر عن ان الناس دول يسمون بالشهوانيين. حتى ابن القيم تكلم عن الناس دي، الناس اللي هم المبتزين المشهرين الذين يشهرون بخلق رب العالمين. بيقول ايه؟ بيقول عن الشخص اللي بيعمل كده، بيقول ايه؟ بيقول تالله انهم شرذمة كثيرون. تخيل انت ابن القيم بيتكلم عن الكلام ده في القرن السابع، يعني من 700 سنة. من 700 سنة، فما لو جه شاف اللي عندنا هيعمل ايه؟ بيتكلم عنه بيقول فهذا الرجل، هذا الرجل هواه إمامه وشهوته قائده، جهل سائقه والغفلة مركبه، ويتبع كل شيطان مريد. انت قاعدة وهو قاعد، انت ترضى ان حد يتتبع عوراتك؟ يا راجل ده انت لو حد دخل عليك بس فتح الباب وتلاقيك بتلبس هدومك بتلاقي نفسك بتستر نفسك، فبالك انت اللي عمال تشهر بخلق الله. تخيل انت واحد دخل عليك تلاقيك بتعمل فعل غير اخلاقي وصورك ونزلك وشهرك وفضحك، انت ترضاها لنفسك؟ طب انت ما ترضاش لنفسك، بترضاها لغير للمسلمين ليه؟ انا مش بتكلم عليها، هي انسانه عاصيه الله يهديها، لكن انا بتكلم في حكم التشهير في الاسلام. ربنا يخبر ان اللي بيشهر بالمسلمين له عذاب اليم والعياذ بالله رب العالمين. ترضى ان انت يوم القيامه يحصل معاك كده؟ تقدر ان ربنا يفضحك؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اللي ما ترضاهوش لغيرك ما ترضاهوش للناس، لا سيما بنات المسلمين. ولما تشوف واحد واقع في معصيه يجي يرد يقول لك ايه؟ اصل رصيدها من الستر خلص، وانت ما شاء الله عليك اللي ابواب الستر يعني حجب الستر نازله عليك تتوارى عليك ليل نهار. بدل ما تشوفها هي مثلا حصلت معاها مشكله وتدعي لها بالهدايه ان ربنا يهديها، تقول ده رصيدها من الستر. انت ايش عرفك ان رصيدها من الستر خلص؟ مش ممكن المصيبه بتاعتها دي تردها لربنا وترجع لربنا احسن منك؟ وهو ده اللي العلماء قالوه، قالوا ان المعصيه والمصيبه لما بتنزل على الانسان بتكسره عشان ترجعه لربنا، مش ان احنا نفضل انا وانت والشيطان عليه. لا تكن عونا للشيطان عليه. انت اللي الكبر والغرور مالي قلبك، مفكر ان انت احسن منها. انت تدري انت ايش هيختم لك؟ انت تدري انت ربنا يختم لك بايه؟ انت ما تعرفش ربنا يختم لك بايه. النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالخواتيم. فبلاش تقدر تتتبع عورات الناس، خصوصا انك كلك عورات. وتذكر كلمتي يا اخي، كلنا مستورون على غير استحقاق. الشاعر بيقول ايه؟ وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس ألسنوا، وعاشر بمعروف وسامح من اهتدى، وجادل أو في رواية وخاصم ولكن بالتي أحسنوا. ما يبقاش عندك فجر وفجور في الخصومة وكل واحدة تطلع طب هي معصية، هي إنسانة عاصية، أنت تقعد المفترض أنت كمسلم تعمل إيه؟ أقول لك ربنا قال لك إيه لما تشوف كده؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هي لو عاصية أو فاجرة أو عاهرة هيضرك أنت في إيه؟ أنت مش قادر، أعصابك بتاكلك، جسمك بيتعامل زي المدمن.
بتوع السوشيال ميديا دول بيبقوا عاملين زي المدمنين اللي كل حاجه عايزين يصوروها ويطلعوها للناس. يا عم انا استفدت؟ انا ما استفدتش حاجه. انا ما استفدتش حاجه. انت شهرتها فضحتها، عاد عليا انا بايه؟ عاد على المجتمع بايه؟ عاد على الاقتصاد؟ عاد على السياسه؟ ولا عاد ولا اي حاجه في اي حاجه. هري. عايشين في زمن الهري، كله تشهير وابتزاز ومعصيه وفسق وفجور، وده ما بنصدق نهمز ونلمز. والمعصيه الجديده اللي طالعه، بقول لك ايه، اصل احنا بننم عليكي شويه، هي كمان التشهير بالمعصيه قاعد رايحين ننم شويه على فلان ورايحين نغتاب فلان. التشهير بالمعصيه وصل للمرحله دي. ده انا هعمل لها فيديو تاني، ده انا سمعتها بس كده في الطريق وانا معدي رايحين، اصل احنا بننم عليكي شويه. بننم؟ هو انت مش عارف عقوبه النميمه؟ الغيبه والنميمه. الخلاصه اللي عايز اقول لك عليه، لما ربنا يسترك في يوم ويقفل عليك بابك آمنا في سربك معافا في بدنك، تحمد ربنا. ولو شفت حد وقع تدعي له بالهداية، مش تفضل شغال عليه بقى نار وحرارة وعمال تكرهه في حياته. إبليس لو كان سجد لآدم والله العظيم 3 ما كان حصل اللي حصل. بس ربنا سبحان الله تعالى لما قال لإبليس اسجد لآدم، سبحان الله، والله الله عز وجل كان محقا في هذا. عارف ليه؟ لأنه كان يعلم إن هيخرج من آدم ذرية قسما بالله أشر من الأبلسة، من كتر اللي احنا بنشوفه ده. نصيحتي ليك الأخيرة، لو كشف الله عنك الستر والله لما استطعت أن تنظر إلى نفسك. وتذكر كلمتي: كلنا مستورون على غير استحقاق. سترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.